السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. مبدئيا كده إن شاء الله كل فيديو طبعا الحمد لله كل ما بيخش لنا مشتركين، فلازم طبعا في بداية الفيديو نرحب بمشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا، وكمان من كرمكم ما تنسوش اللايك الحلو اللي بنستناه منكم، وخلينا نقول على بركة الله. وزي ما عودناك يا ست الكل بمقاديرنا البسيطة ومن مطبخنا البسيط، هنعمل النهارده الغدا ايه بقى كده. احنا عايزين حاجة خفيفة، الجو حر جدا، عايزين حاجة خفيفة زي ايه. هنعمل طبق كفتة مشوية معاها شوية رز اصفر بتاع المشويات، وخلينا نقول على البركة، ومقاديرنا بسيطة جدا ويلا بينا نخش على الطريقة. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، بس انا خليت الراجل يفرم معاها حتة دهنة كده صغيرة، يعني كده حاجة بسيطة جدا مش كتير برضو. عندي هنا بصلاية واحدة على النص كيلو، معاها ربع طماطماية صغيرة. تمام. دي ايه؟ دي مية البصل والطماطم، يعني البصلاية متصفية من ميتها كويس، والبصلاية نفسها مفرومة من اكتر حتة في المبشرة، الحتة الناعمة خالص. عندي هنا هستخدم فلفل اسمر وملح، ودي بهاراتنا، ودي يا ست الكل معلقه بيكنج باودر صغيره علشان تخلي الكفتايه معاكي هشه. هنحط كمان هنستخدم خل وزيت. وخلينا نخش بقى على الطريقه، احنا قلنا المقادير وخلينا نخش ونقول كده على بركه الله. اول حاجه كده هحط معلقه البيكنج باودر، ضروري منها جدا، هتخلي معاكي الكفتايه هشه. البصلايه على طبعا حته الطماطم الصغيره اللي احنا قلنا عليها، مش عايزين اكتر من بصلايه، هي بصلايه واحده على النص كيلو. هنا بقى معلقه فلفل اسمر، معلقه صغيره فلفل اسمر. تمام. ونص معلقه ملح من معلقه الطعام. ودي البهارات بتاعتنا بسيطة بسيطة. هناخد بقى الكفتة كده ونقلبها تقليبة قوية جدا لمدة 5 دقايق لحد كل ده ما يختلط فيها. خلاص كده انا قلبتهم تقليبه قويه. بص يا ست الكل، اي مشويات فراخ لحمه كل ما قعدت في تتبيلتها وكل ما كانت بهاراتها بسيطه كل ما كان طعمها احلى. طيب بصي، ممكن تركني من بالليل للصبح في التلاجة، وممكن تركني من الصبح بدري لحد ميعاد غداكي مثلا الساعه 4 الساعه 5. طبعا الكفته المشويه متاخدش وقت، يعني لما هتقومي تعمليها اقل واجب على 4 على 5. فاركني. بصي، كل ما ركنتي كل ما كان طعمها بقى احلى، وكل ما كانت بهاراتها بسيطة برضو كان طعمها احلى. انا هنا هركن من الصبح بدري كده لحد حوالي 5 4 ونص لحد ما اجي اعمل الغدا. ركناها، بس طبعا ركناها في التلاجة سواء هتبيتي او هتركني من الصبح. عندنا بقى البصلايه، طبعا ميه البصلايه والنص واللي احنا الطماطمايه اللي احنا قلنا عليها الصغيره خالص، انزلي بيهم كده بمعلقه من معلقه الطعام خل، وكمان معلقه زيت. حطيت معلقه زيت ومعلقه خل ونقلبهم الاتنين في بعض، ويلا بقى اركنيهم في التلاجة زي ما تركني كده. ولو طبعا ما عندكيش وقت وعايزه تخلصي نفسك بسرعه، طب اقل وقت على الاقل خالص ساعه، على الاقل خالص لازم الكفته تقعد في البصله والملح والفلفل بتاعتها على اقل حاجه ساعه. بعد بقى ما ركناها كده كام ساعه حلوين، انا هعملها فين؟ هعملها في شوايه البوتاجاز اللي هي بتتحط على البوتاجاز من فوق. قد ايه الشوايه دي على بساطتها، بس بتطلع شويه مشويات سواء كفته او فراخ او لحمه مشويه. خلينا كده نقول على البركه. عندي المسن اللي بسن عليه السكينه، ما عندكيش المسن على معلقه على اي حاجه كده، على سياخ كمان الشيش طاووق تنفع جدا. وكده وبليت ايدي طبعا من ميه البصل والخل والزيت اللي احنا عملناها، هاخد حته كده وبليت المسن نفسه اهو كده. خلاص، وبليت ايدي كمان وابدا اصبع بقى الكفته بتاعتنا كده. وقلنا لما بتفرمي معاها الدهنه، حته الدهنه لما بتفرميها معاها بتبقى طعمها احلى بكتير من انك طبعا تضيفيها عليها كده، بتبقى كل حاجه احسن مع بعضيها. اديني اهو عملت اول واحده. هاجي كده من هنا بس واقفل كويس. اللحمه متلجه فدي بتسهل معاكي ان هي تتشكل بسرعه جدا. انا كده مولعه النار على الشوايه بتاعتي ومهدياها على الاخر، علشان لازم انزلها على الشوايه وهي سخنه. واضحه؟ يبقى بليت المسن من ميه البصل، وكمان بليت ايدي وانا باخد الحته نفسها. ادي الحته اهي
في النص كده، وببدأ احطها واقفلها كويس عشان وانا نازله بيها بالكفتايه نفسها ما تتفتحش منك. انا بحب جدا المسن، بحب اعمل عليه يعني كده، بيخلي الكفتايه الصراحه طعمها حلو جدا. وكمان المكان دايما بيخلي كده الكفتايه حلوه كده وما بتتقفلش بسهوله زي السياخ الشيش طاووق. نكمل بقى. بصي عايزه تعملي فيها شكل، هاجي كده بصبعيني الاتنين دول اهو كده، وبلف المسن نفسه وانا بعمل الشكل. تمام خلاص كده. انا هنا الصراحه ما اهتمتش ان انا اعمل الشكل فيها قوي. هنيجي بقى بشويه الميه اللي فاضلين، اوعي ترميهم، دول هنستخدمهم طول شويها. وادهنها كده بالفرشه برضو دهنه خفيفه قبل ما انزلها الشوايه، ولازم تنزل على شوايه سخنه، سواء هتحطي في الفرن في صينيه او على شوايه البوتاجاز او على حتى طبعا شوايه فحم، لازم تنزل على حاجه سخنه. انا كده بسخن الشوايه وهروح بقى على البوتاجاز. خلاص كده الشوايه سخنت حلوه قوي. بسم الله كده، بسم الله، على نار هاديه. بس الاول كده هعلي النار لمده 5 دقايق مش اكتر من كده، وبعد كده هوطي النار خالص واسيبها بقى مع نفسها. نيجي بقى للرز. عندي هنا مكعب زبده زي معلقه، دي الطريقه اللي انا بعمل بيها الرز. خلاص الكفته كده الشوايه سخنت عليها، فروحت بقى مهديه النار عليها وسبتها على الاخر. حطيت مكعب زبده، هحط عليها كده معلقه زيت، اي ماده دهنيه عندك، انا بستخدم اللي موجوده عندي. دي كده الكوبايه اللي انا بعاير بيها الرز. حطيت طبعا الزبده والزيت، هنزل كده هعمل كوبايه ونص رز، يبقى هحط 2 الا ربع ميه. موطيين النار. تعالي بقى ناخد ميه البصل دي، وكل شويه كده وعلى نار واطيه خالص خلي الكفته تستوي. كل شويه ادهنها كده، يعني هي بتاخد لها مثلا نص ساعه وشويه صغيرين، كل شويه ادهن فيها كده. خلاص نبهر بقى الرز. عندي ربع معلقه ملح، عندي دي طريقتي في الرز، نص معلقه كيري صغيره، نص معلقه كركم، عود قرفه خشب، مكعب ماجي، وضروري جدا هو اللي بيظبط اصلا طعمه. ونستنى بقى لما تغلي علشان نسقط الرز. خلاص كده الميه بتاعته غلت. نيجي بقى كده نفس الكوبايه اللي بعاير بيها الميه هي نفس كوبايه الرز. اول ما يغلي جامد بقى نبدا نهدي عليه النار، اول ما يبدا يتشرب نبدا نهدي عليه النار. ودي طريقتي، والطريقه بسيطه وسهله جدا وبرده ما فيهاش اي حاجات كتير. خلاص كده الاكل قرب يخلص. بصي بقى انا هنا طبق السلطه ده حطيت فيه فلفل حار، واحده شبت، واحده بقدونس، واحده جرجير، وكمان طماطمايه جامده وخيارايه. ويلا نعمل بقى طبق سلطه حلو كده. عندي نص معلقه بابريكا بتدي لون حلو قوي لميه السلطه، وكمان شويه خل كده بمقدار معلقتين، وكمان شويه زيت معلقه كده، وملح. بس ادي كل اللي حطيناه على السلطه، وكمان هعصر ليمونه. خلصنا يا ست الكل غدا كده بسيط وسريع ولذيذ في نفس الوقت، وشويه السلطه. بصي جمال الميه، وده من شويه البابريكا وشويه الزيت وشويه الخل. لو عجبتك بقى القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس يوصلك منا كل جديد. واوعي تنسي يا ست الكل اللايك الحلو طبعا اللي بنستناه منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.